إذا متابعينا الكرام في هذا الخبر العاجل والمهم، وأتمنى من جميع المتابعين وأي شخص شاف هذا الفيديو على أنه يعمم هذا التحذير في كل منصات مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي صفحة، اللي عنده شي قناة، اللي عنده شي حساب في تويتر، في تيك توك، في الانستغرام، في الفيسبوك، كل الحسابات يعمموا هذا التحذير. تحذير مهم جدا ومعلومات خطيرة جدا وأمور خطيرة جدا تحاك ضد المغرب. خلال الساعات القليلة الماضية، خلال 48 ساعة الماضية على وجه التحديد، ظهرت صفحات جزائرية في الأصل، سواء هي صفحات جزائرية ويدعون على أنهم مغاربة، أو صفحات في الأصل كانت مغربية والأصحاب ديالها باعوها لجزائريين، سواء بحسن نية أو بدون حسن نية باعوها لجزائريين. هذا الصفحات حاليا شنو كدير متابعينا الكرام؟ هذا الصفحات حاليا، وهذه مسألة خطيرة جدا وتستدعي الانتباه والوعي التام. هذا الصفحات حاليا تقوم بنشر وتحرض على القيام بأعمال عنف في المغرب، أولا عن طريق استهداف عناصر الشرطة المغربية بالأسلحة البيضاء. ثانيا تقوم هذه الصفحات بشرح كيفية استخدام المولوتوف. عرفتوا شنو هو المولوتوف؟ القنينه ديال الالكول تشعل فيها العافيه وتلوحها. الان هناك دعوات تحريضيه تطالب باستخدام المولوتوف ضد القوات الامنيه، بما في ذلك ايضا كما ذكرنا الاسلحه البيضاء. ثانيا هناك حملات تحريضيه للهجوم على المواقع الحكوميه في المغرب من هذه الصفحات بالذات، وأذكر على وجه الخصوص مقر البرلمان. ثالثا هذه الصفحات تقوم بنشر تواريخ معينة لهذا التحريض، لهذه عمليات التحريض، والنسبة الأكبر 90% إن لم نقل 99% من هذه الصفحات هي جزائرية، هي جزائرية باستثناء صفحات قليلة اللي هي مغربية الأصحاب ديالها باعوها الجزائريين ما عارفينش شنو واقع. هي الآن تقوم أو تساهم في نشر هذا التحريض. فبالتالي متابعينا الكرام، كل الحذر من هذه الصفحات. اللي عنده شي صفحة الآن ولا شي قناة ولا يعمم هذا التحذير، أنا على يقين في الأجهزة الأمنية المغربية بأنها غادي تقوم بالواجب، لكن أنا كنقول لكم الأغلبية ديال هذه الصفحات هي جزائرية، مسيرة من طرف المخابرات الجزائرية والذباب الإلكتروني الجزائري اللي هو بالأصل تابع للمخابرات الجزائرية. حنا شفنا صفحات تتحول بين ليلة وأخرى من صفحة مغربية إلى صفحة جزائرية، وشفنا كذلك حسابات ديال الجزائريين كيحولوها من حسابات جزائرية إلى حسابات مغربية. كيكون داير السمية ديالو وداير حداه الدرابو ديال الجزائر ولا الخرقه ديال الجزائر، وكنلاحظوا على ان ذات الحسابات كتبدل هذيك الرايه ديال الجزائر وكدير الرايه ديال المغرب، وكيدخلوا يعلقوا على اساس انهم مغاربه بتلك اللهجه اللي عندهم معجونه مقززه، وكبداو يحرضوا على الملكيه في المغرب. انا كنقول لكم دابا شنو شفت، اشنو عاينت، ما الذي رأيته وما الذي استطلعته من هذه الصفحات ومن هذه الحسابات. فبالتالي متابعينا الكرام، كل الحذر من أي صفحة كتروج لمثل هذه الأمور. كذلك خلال 48 ساعة الماضية بانوا العديد من الصفحات بنفس الاسم، الحراقة بنفس الاسم. 48 ساعة قبل 48 ساعة ما كانش عنده موجود، بعد 48 ساعة أصبح عنده موجود. العشرات ديال الصفحات بنفس الاسم بنفس التسمية ونفس المنشورات، تقريبا نفس المنشورات. فبالتالي خصكم تعرفوا واحد القضية، راه نحن نجاور نظام مفلس على كل الأصعدة، يرمي الآن اليوم بثقله، خصوصا بعد تلك الفضيحة اللي داروها في الانتخابات، يرمي الآن بثقله الكامن من أجل زعزعة الاستقرار ديال المغرب.
وهو الذي يعمل من أجل هذا المغزى منذ عقود، منذ الاستقلال المزعوم ديالهم. ما يجيش شي حد يقول لي لا صراع الأنظمة ما بين نظامين سياسيين والشعوب مغلوب على أمرها وهذه الأمور. نحن نجاور نظام يصرف زبالة ديال الفلوس من أجل تقطيعنا إلى نصفين، ومن أجل أن يرانا مقتولين مشردين. هادشي اللي باغي يشوف. فبالتالي اليوم هو يرمي بثقله الكامل بكل ما استطاع من قوه باش يزعزع الاستقرار ديال المغرب، وان شاء الله ما عمره ما غادي يفلح. فبالتالي متابعينا الكرام، انا قلتها لكم في الفيديوهات السابقه، قلت لكم توقعوا المزيد والمزيد والمزيد من هذه الحملات ومن هذه الامور اللي كيقوم بها نظام حضارات الجزائر، بما في ذلك اليوم كما ذكرت لكم في بدايه الفيديو التحريض التام والواضح على استهداف المقرات الحكوميه ديال المغرب، على استهداف رجال الشرطه، القوات المساعده والدرك الملكي، على حرق السيارات ديال الشرطه، على استعمال المولوتوف، على استعمال الاسلحه البيضاء. وراه يلاه اليوم في الصباح راكم شفتوا خرج واحد البلاغ ديال المديريه العامه لمراقبه الشرب الوطني، تشدوا 3 ديال الارهابيين كانوا يخططون لهجمات مسلحه، وهذا انا ما اخشاه صراحه. هادشي اللي كنخاف منه، الهجمات المسلحه. الهجمات المسلحه الحمد لله بفضل الاستخبارات المغربيه تجنبنا هذا النوع من العمليات لسنوات طويله. وان شاء الله الاستخبارات المغربيه دائما غادي تكون بالمرصاد، والاجهزه الامنيه المغربيه غادي تكون بالمرصاد، ونحن معهم بالدعم التام في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الان، سواء تعلق الامر بشخصي ولا بكم كمتابعين او كمشاهدين او كنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم هو الوقت اللي خصنا نتحركوا فيه جميعا باش اننا ننشروا الوعي، باش اننا نتصداو لهذه الحملات، باش اننا ننشروا التحذير للجميع، لان مواقع التواصل الاجتماعي كتبقى خطيره جدا ودغيا كتلعب على النفوس ديال الناس. فبالتالي من دورنا نحن على اننا نتصداو لهذا الشيء. فكل من شاهد هذا الفيديو ينشر، سواء في صفحته، سواء في قناته، سواء في حسابه في تويتر، واخا غير جمله، حذروا من هذا الصفحات، حذروا من هذا الصفحات، هي بالعشرات إن لم نقل بالمئات التي تحرض على هكذا أعمال فوضى وأعمال عنف في المغرب. النظام ديال الحضارة وصل للحضيض، وسوف يحاول بكل السبل، بكل الطرق، بكل ما أوتي من قوة على أنه يزعزع الاستقرار ديال المغرب، لأن هذا النظام وجد من أجل زعزعة الاستقرار ديال المغرب، وهم يعترفون بذلك. هما كيعترفوا بهذا الشيء. شنقري حرا هو اللي قال العدو الكلاسيكي. تبون هو اللي كان كيتكلم على المغرب دابا وساعه في حملته الانتخابيه المزيفه. الوزراء ديالهم هما اللي كيتكلموا دابا وساعه على المغرب. الوزير الماء هو اللي خرج قال لهم المغرب هو السبب للجفاف. تبون هو اللي خرج قال المغرب هو السبب ديال الحرائق، والعديد 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 من الامور. فبالتالي هذه رساله للجميع، المرجو توخي الحيطه والحذر ونشر المعلومات الصحيحه والتحذير من هذا الصفحات. فهادشي اللي كاين متابعينا الكرام. في نهايه المطاف كل التوفيق الاجهزه الامنيه المغربيه، للشرطه المغربيه، القوات المسلحه الملكيه المغربيه، اينما وجدوا في تراب المملكه المغربيه الشريفه. عاشت المملكه المغربيه ولا عاش من خانها، واراكم في فيديو قادم.